الكل مستني يوم 28 يوليو بسبب الحدث اللي هيحصل فيه، وهو حفلة ترافيس سكوت. ترافيس سكوت هو مغني رابر أمريكي من مواليد 1991، بس ده مش مهم، إنما المهم هنا إن ترافيس سكوت قرر إنه هيعمل حفلة في مصر، وبالتحديد عند الهرم الأكبر، ودي تعتبر مصيبة كبيرة بالذات بعد ما تعرف عن ترافيس سكوت إنه من عبدة الشيطان. ففي الفيديو ده هتعرف ليه الحفلة هتتعمل عند الأهرامات، وليه هتبقى مشكلة كبيرة لو اتعملت. في البداية لازم تعرف إن ترافيس سكوت مشهور بحفلاته المشبوهة، واللي معمولة علشان هدف واحد بس، وهي إحياء طقوس عبدة الشيطان. وده اللي حصل في حفلة من حفلاته واللي كانت في الولايات المتحدة وبالتحديد في تكساس. واللي حصل في الحفلة دي نفس اللي حصل في مصر، وهو إن أول ما نزلت تذاكر الحفلة واللي كان عددها 50,000 تذكرة تخلص في أقل من ساعة زي ما حصل في مصر بالظبط. سيبك من التذاكر ونخش في الحفلة. أول ما توصل للحفلة هتلاحظ إن بوابة الحفلة عبارة عن راس ترافيس سكوت وكأنها بتبلع الجماهير. وكمان لما تدخل جوه هتلاحظ منظر النار اللي في كل حتة واللي شكله يخليك تشك إن في حاجة غلط. ولما ترافيس سكوت يدخل المسرح هتلاقيه لابس تيشيرت مرسوم عليه بوابة، وناس بتدخل من البوابة دي وتطلع من الناحية التانية وهم متحولين لشياطين. وهنا أكيد مش قصده أي باب، أكيد قصده على باب الحفلة اللي هيتمارس فيه طقوس عبدة الشيطان. بس عايزك تركز معايا ثانية واحدة. لو بصيت ورا ترافيس سكوت هتلاقي شاشة شغال عليها فيديو لمجموعة من الشياطين بيمشوا ببطء جدا، لكن الشياطين دول منظمين في مشيتهم جدا. بس اللقطة دي اشتغلت وقت ما الجماهير اقتحموا المكان وعملوا شغب وتزاحم شديد، وكأنه بيوريك الفرق ما بين الإنس والجن. عايزين يقنعوك إن الشياطين منظمين في كل حاجة، ودي طريقة علشان يقدروا يلعبوا بعقلك للدخول لعالم الشيطان. الموضوع بيتكرر بشكل غريب، نفس اللي حصل في تكساس بيحصل في مصر. وقت الحفلة دخل جماهير كتير أكتر من العدد اللي مسموح بيه، واللي كان عدده 50,000. فمن كتر الزحمة بدأ ضحايا تقع بشكل رهيب، منها أطفال ومراهقين. رغم إن ترافيس كان شايف ده كله إلا إنه ما وقفش غنى وكمل زي ما هو لحد ما شاف الإسعاف داخل وبدأ يشيل ناس. وهنا بدأ ترافيس إنه يقول كلمة واحدة بطريقة مرعبة وهو فرحان، كأنه كده عمل اللي كان مطلوب منه. Somebody help him, somebody pass it right here. Somebody pass it right here. No, don't touch him, don't touch him. Everybody just back up. Security, somebody help jump in real quick. Keep going. Just look. Somebody jump in, come on, security, get in there. Let's get in there, let's get in there, let's get in there, let's get in there. Yeah. وعلى اعتقادي ان ده نفس اللي هيحصل في مصر. اعلن ترافيس سكوت على حسابه في الانستجرام انه هيعمل حفله يوم 28 يوليو عند الهرم الاكبر، واللي تذاكره بتبدا من 4000 جنيه الى 6500 جنيه. بس هنا يجي سؤال في بالك، وهو هم ليه اختاروا مصر وبالتحديد الهرم الاكبر؟ الموضوع بدا يوم ما نزلوا اعلان ان في حفله هتتعمل عند الهرم الاكبر يوم 11/11/2011 الساعه 11:11، وقالوا انهم هيمارسوا طقوس، بس ما ذكروش ايه الطقوس دي. بس نقدر نستنتجها من عنوان الحفله، وهو اهتمامهم برقم 11. رقم 11 عند الماسونيين هو رقم مقدس جدا، انهم عارفين ان الاله واحد، فلما يكتبوا واحد جنب واحد كده عندهم هو تعدد الالهه. فلما عرفت الحكومه لغت الحفله فورا، لانه كان هيحصل مصيبه كبيره لو اتعملت الحفله دي عند الاهرامات، وبالتحديد الهرم الاكبر، لان الماسونيين مؤمنين ان الاهرامات فيها بوابات خفيه فيها كائنات مجهوله لو خرجت هتساعد الدجالين الماسون في احتلال العالم. فحتى تلاحظ على الدولار مرسوم رسمه هرم، بس الهرم ده في جزء منه ناقص. اكيد عايز تعرف ايه الجزء الناقص من الهرم ده. الهرم الاكبر هو اكبر بوابه للماسونيه في مصر. الهرم اللي موجود على الدولار ده هيكمل بحاجه مهمه جدا، الحاجه دي وهي وضع الكريستاله المقدسه على قمه الهرم. الكريستاله المقدسه دي صنعها كبار الماسون، لان في اعتقادهم لما يحطوا الكريستاله دي على قمه الهرم هتتفتح البوابات الخفيه، والبوابات الخفيه دي اسمها البوابات النجميه وبوابات الطاقه. وعدد البوابات دي هم 11 بوابه. حسب كل مواقع ومنتديات الماسونيه تم فتح 10 بوابات منهم، ففاضل اخر بوابه وهي البوابه ال11 اللي موجوده عند الهرم الاكبر. فلما البوابه دي تتفتح صوره الدولار هتتغير وهيترسم الهرم كامل. محاولات فتح البوابه رقم 11 ما زالت مستمره، واللي ممكن تحصل يوم 28 يوليو في حفله ترافيس سكوت، واللي معموله الحفله دي اصلا عشان كده. وبس كده، متنساش الفولو. سلام.